اول حاجه هنبتدي بيها الشربات. عايزه شربات بارد وتقيل. عندي كوبايتين من السكر، عليهم بنفس الكوبايه كوبايتين من الميه، وعصير نص ليمونه، وفانيليا. الفانيليا بتضيع طعم الليمون خالص. ما اقلبش نهائي، ما اقلبش نهائي زي ما احنا متفقين. احط الحله بتاعتي على النار ربع ساعه على نار عاليه، وبعد كده اوطي النار ربع ساعه كمان، واسيب بقى شربات يتقل ويبرد. احنا عايزينه شربات بارد وتقيل. هجيب الصينيه بتاعتي دي صينيه ستانلس اكبر مقاس عندي، وعندي هنا كوبايه من السمنه على الزيت، او عايزه زبده مع زيت زي ما تحبي. الكوبايه دي الماده الدهنيه للوصفه كلها. اول حاجه من الكوبايه دي هدهن الصينيه بتاعتي، ادهنها كويس قوي، وبعد كده اجيب لفه الجلاش بتاعتي تكون طازه كده. وانا بحب جدا الجلاش اللي من عند الفطاطري، ما بحبش الجلاش اللي بنجيبه بتاع المصانع الجاهز، ده بيبقى احلى كتير. وادهن ورقه بورقه بالشكل ده، سمن مع زيت او زبده مع زيت زي ما تحبي كويس جدا، والف الشكل ده شبه شكل المروحه. اهو هوريكم واحده كمان. بصوا بسيطه خالص، هتتني كده يعني تتني والعكس وتتني والعكس، تطبقيها والعكس. اهو هنعمل كمان واحده عشان اوريكم. واحده بواحده تدهني كويس كده دهنه خفيفه من السمن، وتطبقي بالشكل ده وتحطيهم كده ايه جنب بعض لغايه ما تخلصي الصينيه بتاعتك كلها بالشكل ده، لغايه ما نوصل لاخر واحده. اهو برده دهنتها. دهنه السمن ده على الجلاش بتخليه مورق وبيشرب الشربات حلو، يبقى كده ايه مورق ومقرمش وبيكون جميل قوي. اخر واحده بحطها في الصينيه اهو. وهدهن بقى من، شايفين كوبايه السمنه على الزيت فاضل نصها، برده هدهن منها الجلاش من فوق كده دهنه خفيفه بالشكل ده. وهخليها برده هستخدمها في باقي الوصفه زي ما هنشوف مع بعض. هحط الجلاش بتاعي على جنب، واجيب الخلاط احط فيه ربع كوبايه من السكر. انا هنا مقلله السكر لان فيه شربات لسه. وباقي السمنه على الزيت هحط منه ربع كوبايه كمان، كفايه قوي، والباقي خلاص مش محتاجاه. اهو ده المتبقي من الكوبايه. وبعد كده معلقتين كبار من دقيق السميد او دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه. هم مش اساسي، بس بجد بيخلوا الوصفه في مكان تاني خالص، بيدوها طعم البسبوسه على الكيك على الجلاش، بيدوها طعم حلو قوي. ف يعني حطوهم. بعد كده كوبايتين كبار من اللبن. وطبعا طالما قلنا لبن لازم نحط فانيليا، لان كمان هنزل باتنين بيضه. وادي الفانيليا واتنين بيضه اخر حاجه، واضرب الكلام ده كله في الخلاط. دي الخلطه اللي انا هسقي بيها الجلاش قبل ما ادخله الفرن. خلطه مميزه جدا، وبتخلي الجلاش فعلا زي ما احنا قلنا زي الكيكه على البسبوسه على الجلاش، بيدينا ميكس كده من طعم حلو قوي. هيعجبكم ان شاء الله باذن الله لما تجربوه. ضربت كل الخليط الحلو ده في الخلاط اهو بالشكل ده. هنزل بقى على الجلاش اهو. وبعد كده هدخل الصينيه بتاعتي في النص اعلى درجه حراره على الشبكه في النص. اول ما تاخد لون من فوق اخرجها كده وهي سخنه. اول ما تاخد لون بالشكل اللي انتم شايفينه ده اخرجها بقى وهي سخنه، واديها الشربات البارد التقيل. شايفين لون الجلاش عامل ازاي ومتماسك، وبالرغم من كده هتلاقوه مقرمش ومورق من جوه. بجد من الوصفات السهله السريعه جدا تشرفك في اي عزومه. او يعني الصينيه دي بصراحه بتقعد وقت كبير، يعني بالف هنا وشفا تاكلوا فيها، لان بتكون غنيه كده وحلوه. بجد من وصفات الجلاش اللي هتعجبكم قوي لو جربتوها. زي ما انتم شفتوا سهله ازاي. هديها بقى الشربات بتاعها، وبعد كده اقطعها بقى بالحجم اللي انا عايزاه واقدمها بالف هنا وشفا. لازم تجربوا الوصفه دي لان ان شاء الله هتعجبكم وهتنجح معاكم بكل سهوله. وكل اللي هيدوقها من ايدك هيسالك على طريقتها عاملاها ازاي. قولوا له عاملاها بطريقه رغده شعيب. ما تنسوش جربوها وابعتوا لي التطبيقات بتاعتكم. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بجد يعني اللي يشوفها ما يقولش ان هي جلاش خالص. ومدي